معانا الحصان. شاف الريحة بتاعت الزهر. ريحتها جميلة. بص يا خالد، تعالى هنا كده. جاي لك اهو. ده هنا اجمل كمان. عندك في يمامة لسه طايرة من هنا بشوف فيها يعيش ولا ايه؟ تصدق في يمامتين عندنا هناك في الوحده، اكلم العيال هناك يجيبوهم والله ياخدوهم. تعرف البيضه فين؟ عامله عيش فوق المروحه اللي هي الشبكه دي. شفت دي؟ شجره صغيره خلاص هتقع. شويه طالعين. هو كده كل ده بيقع. ماشي، تيجي انت توقع اللي كنت هيقعوا. ريحتها جميلة. هو في بنت هناك نقعد نصورك. يلا تعالى عشان نصورك. كده اهي. اجري روح انت وعداي. مش راضي عداي. روح امسكه. اقف هنا. بس وقف كده اهو. وقف كده اهو. اقف يا عداي جنبها. اقف هنا. امسك بتاع في بص ايه؟ لعمك بقى. بص لعمك هنا. خش يا رينات جنبه. خش جنب اخوك وامسكي كده اهو. امسكي كده اهو. امسكي ده. بالراحه. بص بقى لعمك خالد. امسكي بص ده. لعمك خالد. بص لعمك خالد. ورقبت ازاي؟ طبعا شوف بقى سيبه تعالى. البرسيم هنا عامل ازاي؟ سيبه ما شاء الله. تعالى. بص يا فندم اهو. عرفنا بقى ان هو برتقاني ده ناقص. شجر البرتقال بيكون الورق بتاعه كبير شويه عن السفان. يعني بص شايفين الورقه هنا عامله ازاي، والظهر بتاعه بيختلف شويه، حجمها بيكون اكبر برضه. ورقه كبير، ورق البرتقال بيكون كبير اهو. ده ورق البرتقال. ورق السفندي بيختلف عنه. ده السفندي اهو، ورقه بيكون صغير شويه. دي شجرة ليمون برضه اهيت. طبعا الليمون بيكون فيه شوك اهوت. ريناي فين شجرة السفندي؟ ما شاء الله عاملة ازاي. ريحة الزهر جميلة جدا. كلها زهر، كلها الهوا ده هيوقع الظلم. ده مليانة ما شاء الله. شجرة البرتقال دي فيها برضه جميلة. تعالى كده بسرعه بس. عايز اجيب وقف تعالى. هنجي لك زي ما هو شغال عادي. في يمامه قاعده على العش هنا. بالراحه كده وانت تصورها. قول لي برضه قابلنا عش. ايه؟ هنا يمامه اهيت وفيها عش. يمامة مع الشيشة؟ معانا يا جماعة يمامة مع الشيشات، هنخش نصورها وهي على العش بتاعها قبل ما تطير. خليكم معانا كده. فين هي؟ زي ما حضراتكم شايفين اهيت. ادي العش بتاعها، ممكن تكون واضحة اهيت. هقرب الكاميرا اهي. ده العش، الديل بتاعها اللي باين ده ديلها اهو. ديلها اللي باين ما شاء الله. دي الطبيعة يا جماعة عندنا في الأرياف ما شاء الله. هنحاول ان احنا نلف الكاميرا كده من وراها، عشان طبعا هو كمان ده تربية حر مش محبوس، بيطير على طول ويحس بأي حاجة بيطير. نحب نرجع الكاميرا من ورا اهي. نايمة على العش. هنقرب بالراحة كده مع بعض الكاميرا اهي. نايمة اهيت. يمام اهيت. طبعا اليمام من أجمل الطيور اهي ما شاء الله. باينة اهيت في الفيديو اهي. ما شاء الله عاملة عش وبيضة في قلبه. برضو ممكن تكون واضحة كده. يمامة. لا ما ترهاش بقى. هقرب الكاميرا كده، احاول اجيبها بالناحية تانية كده من جنب كده تكون باينة، تكون واضحة فين.
نحاول نجيبها كده وتكون واضحة في التصوير من ناحيتي. ما شاء الله دايما اهي، هنا واضحة، هنا واضحة كده. كبر تاني. ما شاء الله يا احمد، لونها جميل حلوه. اه سلالة حلوه دي. باينه في الفيديو كده. لما لفيت هنا كده باينه خالص اهي. سبحان الله، زي ما حضراتكم شايفين دي جنينه برتقال وسفندي عندنا. ادي اليمامه هي نايمه، وده الطبيعي كده. احنا في الجنينه اهوت، انا وابو عدي. طبعا فل. صف زود في مشاه مدفعيه ان شاء الله. مدفعيه. ودول معانا استاذ عدي، ومعانا الانسه رودينا ولا ريناد. وادي المفاجاه بقى، العش اللي احنا شفناه ما شاء الله. نقرب الكاميرا اهو عليها. هي ماما هيت ما شاء الله، دي العش بتاعها اهو، وهي نايمه هيت على البيض بتاعها. عش جميل اهو. طبعا هنزله على القناه كده باينه في العش. نحاول نطيرها عشان تبان كده. احنا قربنا شويه عليها اهو كده باينه في العش خالص. هيبقى كده نايمه على العش بتاعها. ما شاء الله لونها جميل وشكلها جميل، حاجات الطبيعه طبعا. يا رب كده باينه كده، بقت اوضح. نايمه على العش بتاعها. ده يمام مصري من الطبيعه. سبحان الله، ان تصنع العش بتاعها وازاي تثبته وتعمله في مكان يكون كويس، ما يوقعش من الهواء، وتستحمل الحر وتستحمل البرد في المكان بتاعها ده. ما شاء الله اهي. طارت طبعا من على العش، خافت. فممكن نطلع نصور العش بتاعها والبيض بتاعها. امشي كده. ما شاء الله يا احمد. انا ده البرتقال ده. انا ملاش يلا. عارف الغاز خدها هصورك برضه. غالي. ثانية واحدة. في غاز برضه موجود هنا. ده العش بتاعها اهوت. بعد ما اليمامة طارت طلعنا صورنا البيض. ما شاء الله حاجة في قمة الجمال والروعة. ادي ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، ده العش بتاعها اهوت. وما شاء الله البيض شكله عمران، يعني البيض غامق، يعني فيه، يعني تقريبا فيه. وان شاء الله يعني احنا معانا كمان فترة، ونقدر ان احنا ان شاء الله من خلال الاسبوع اللي جاي دوت، يعني معانا اسبوع من دلوقتي، ونبدا ان احنا نصور الزغيل بتاعتها اما تطلع وكده. ده في الطبيعه اهوت. ده جمال الطبيعه ما شاء الله. شجره عامله عش على شجره برتقال. وادي الشجره اهيت في الارض عندنا او في الغيط. ده العش بتاعها اهو. هنمشي بقى عشان هي تيجي، عشان البيض ما يبردش. خلي بالك لو البيض اتمسك بالايد ده بتعرفه، وما تنامش عليه. ايه؟ تمسكوش بقى. ما انا مش همسكه، هنشوف.